مشاهدينا الكرام، في البرنامج أمر الإشارة في قناة التواصل البجادي. يعيش فريق إشبيلية الذي يلعب له الثنائي المغربي ياسين بونو ويوسف النصيري على وقع صفيح ساخن بسبب تراجع نتائجه بشكل مقلق هذا الموسم، ما جعله يلازم مراكز الهبوط منذ عدة دورات، علما أنه اعتاد احتلال مراكز متقدمة في المواسم الأخيرة والمشاركة في دوري أبطال أوروبا. وأوضحت مواقع إسبانية أن عاصمة الأندلس استفاقت اليوم الاثنين على وقع كتابات حائطية تهاجم اللاعبين ومسؤول النادي، علما أن جانبا من جماهير النادي احتجت على بعثة الفريق أول أمس السبت بمطار إشبيلية لدي عودته من مواجهة جيرونا التي خسرها باء 2-1، حيث اضطر المدير الرياضي مونيتشويا للتدخل من أجل تهدئة الأوضاع.